يلا بينا نعمل كفتة الحياتي الخطيرة جدا بكل تركاتها وحركاتها ومتماسكة زي ما انتوا شايفين، والطعم ايه حدوتة. اول حاجة بصلاية بشراها متوسطة. صفيت المية بتاعتها وحطيتها على جنب علشان هنحتاجها، وحطيت التفل بس وكيس من خلطة ماجي بتاعت كفتة الحياتي، واحط رشة من الملح، رشة من الثوم البودر، رشة من الفلفل الاسود، وكمان رشة من البيكنج باودر. وهضيف ليهم حبة من البقدونس المفروم ناعم جدا، وكمان هضيف معلقتين كبار من البقسماط الناعم علشان خاطر يربط معايا الكفتة. وبعدين هحط نص كيلو من اللحمة المفرومة، وبعدين هبتدي ان انا اعجن العجينة بتاعة اللحمة كويس جدا عشان خاطر تسمغ معايا. ومية البصل اللي انا قلت لكم هنشيلها على جنب هي دي اللي هبتدي ان انا اصبع بيها الكفتة. هصبع كده على ايد معلقة خشب علشان خاطر الصوابع بتاعتي تبقى متماسكة. لو عندك سيخ تمام جدا. وده شكلها بعد ما صبعتها، هسويها بقى في الفرن ونشوف شكلها. وده شكل الكفتة بعد لما استوت معايا. وبصوا بقى من جوه، مش عايزه اقول لكم مفرغه وهشه جدا.